هنعمل مع بعض النهاردة السمك بطريقة المحلات، وهقولك ازاي يطلع معاكي باللون الذهبي الجميل ده ويطلع كمان مقرمش زي ما انتوا سامعين كده. هقولك على كل التفاصيل وكل التكات، وكمان هنعمل مع بعض طحينة المحلات هوريها لكم دلوقتي. يلا بينا على الفيديو على طول. وهنعمل مع بعض كمان كمية الطحينة دي كلها من معلقتين طحينة بس. عملنا اكتر من نص كيلو من الطحينة وبطعم زي المحلات بالظبط، وبمقادير كلها في البيت، مش هنحتاج نشتري اي حاجة من بره. هنعرف برضو احنا عملنا الطحينة دي كلها ازاي. في البداية معانا هنا السمك مغسول حلو قوي بالمية والليمون، مغسول تحت الحنفية، يعني المية شغالة وانا بغسل السمك تحت المية الجارية. مغسول حلو قوي بالمية والليمون. تمام. اهم شيء تهتمي بنظافة السمك. السمك نضيف معاكي وزي الفل يطلع معاكي ريحته جميله وطعمه جميل. لو في اي سنه زفاره مش هيديكي النتيجه المطلوبه. تمام. يبقى بدايتنا كده سمك مغسول كويس. تاني حاجه احنا هنا معانا نص كوبايه من الميه. انا عامل لكم النهارده السمك بتاع المحلات زي ما بنجيبه كده من المحل. نص كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من الخل، عليها 4 فصوص من الثوم، وكمان عليهم قرنين فلفل حار، والفلفل طبعا اختياري. تمام. يعني لو انت مش حابه تحطي الفلفل ما تحطوهوش. وكمان بقى عندنا فلفل اسود، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكمون. اللي انتوا شايفينه ده بقى انت تقدري تحطي معلقه كزبره. تمام. تقدري تحطي معلقه بابريكا. ماشي. اللي انتوا شايفينه ده بقى ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن كزبره وبابريكا وكمان خردل ليه؟ لان انا ما عنديش مستردة، وبحب احط عليها مستردة لان بتودي السمك في حتة تاني. فلو عندك مستردة ضيفي معلقة من مستردة، عندك خردل ضيفي خردل. هنضيف كده كل ده على بعضيه. وكمان معانا ليمونتين. ولادي بقى ما بيحبوش السمك بسبب الثوم، بياكلوا النص وبيسيبوا الجناب. الطريقة دي كده هتخليهم ياكلوا السمك من غير اي مشاكل. تمام. يبقى هنعصر عليه ليمونتين. بس كده كل المقادير بتاعتنا خلصت. هنقلبها بقى حلو في بعض. خلاص كده التتبيله بتاعتنا بقيت جاهزه. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنبدا نجيب السمك ونحط جواه كده ايه من الخلطه بتاعتنا، ونتاكد كده ان الخلطه رايحه في كل حته في السمك. بالشكل ده كده. عايزه بقى بتحبي كتير بتحبي قليل براحتك. وكمان من بره كده كده طبعا ايه هنديها مسحه كويسه. احنا بس عشان وقت التتبيله، طبعا لما هنحطه في الدقيق هنشيل ايه اي زوايد. وهنبدا بقى ان احنا نكمل الكميه كلها بالطريقه دي. هنبدا نجهز الكفر بتاع السمك. اول حاجه احنا محتاجين صينيه فيها ميه، وطبعا الخطوه دي مهمه قوي علشان السمك يطلع معاكي مقرمش. تمام. اما في الصينيه التانية فاحنا هنحط الدقيق. طبعا كميه الدقيق اللي هتحطيها على حسب كميه السمك اللي انت هتعمليها. انا هحط مثلا قيمه ايه كوبايه ونص كده من الدقيق. بعد كده احتاجتي تاني. تمام. على الدقيق هحط ربع كوبايه من النشا، قيمه 3 معالق من النشا.
وكمان هبدأ ان انا اتبل الدقيق. اهم حاجة معانا في الدقيق، في تتبيلة الدقيق، هو الزعفران. ليه الزعفران؟ علشان يديني لون. شوية صغيرين كده من الزعفران، تقدري تستبدليهم بكركم. شوية صغيرين من الزعفران دول هيقوموا بالواجب وزيادة يعني. وكمان هديها ملح، شوية كده من الملح، وكمان هديها فلفل اسود. عايزة بقى تحطي بابريكا عليها حطي، مفيش اي مشاكل. وهنبدأ بقى ان احنا نقلب الكلام ده في بعضيه، وكده التتبيله بتاعت السمك بقت جاهزه معانا اللي هنعمل بيها الكفر. تعالوا بقى نشوف احنا هنعمله ازاي. هنبدا بقى نجيب السمك، هننضفه كده من الحاجه اللي فيه، تمام، ونبدا ننزل في ايه، في الدقيق. من ناحيتين كده، وكمان هنحط دقيق ايه من جوه. خلاص بعد ما عملناه ايه بقى، هننزل بيه في الميه كده. خلاص وهنرجع تاني في الدقيق. حاطين زيت على البوتاجاز، الزيت ما يكونش سخن قوي ولا بارد، يكون وسط، يعني درجة حرارة كده 160 170 لو انت عندك الترمومتر. ماشي، نبدأ بقى ايه، ننفضه حلو كده عشان ما يحرقش الزيت. وهنبدأ ان احنا نحمره على الوشين 5 دقايق و5 دقايق، وطبعا برضو على حسب ايه البوتاجاز بتاعك، مش على نار عالية قوي، على نار متوسطة. هنا السمك بعد ما خلص معانا، بصوا شايفين قد ايه لونه جميل ومقرمش. سمك كنتاكي. حطي بقى الليمون بتاعك وظبطي الدنيا. يلا تعالوا بقى نجهز الطحينه. الطحينه برضو اللي هي بتاعت المحلات، تمام، بما ان احنا عاملين النهارده سمك زي المحلات فنعمل طحينه المحلات. طحينه المحلات بقى طبعا اكيد طبعا انتوا عارفين سعر الطحينه غالي، فمش هيروحوا بقى يجيبوا طحينه بسعر قد كده ويعملوها، لا هما بيعملوها بايه، بيعملوها بالعيش. هحط هنا كده رغيفين من العيش، وهضيف كوبايتين من الميه، ادي كوبايه، وهضيف كمان كوبايه كمان. العيش ده بقى هعمل فيه ايه، العيش ده انا هغليه على البوتاجاز، هروح اغليه على البوتاجاز وارجع لكم تاني. هنا كده سبت العيش لمدة دقيقتين بالظبط، وبعد كده هبدأ ان انا اطلعه. هطلعه بقى فين، هطلعه على الخلاط على طول. هنجيب الخلاط ونبدأ ان احنا نضيف فيه العيش، وكمان هضيف فيه المية، يعني العيش والمية كمان هاخدها. بعد ما خدت العيش والمية هبدأ اضيف قيمة معلقتين او 3 من الطحينة، يعني مش هكتر. التوابل بتاعتنا هتكون عبارة عن معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الشطة، معلقة الا ربع كبيرة من الملح،
معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ربع فنجان من الخل. هاخد الكلام ده كله وهضربه في الخلاط، وكده تكون الطحينة خلصت معانا. هضربه وارجع لكم. جاهزة معانا. شايفين بقى من معلقتين 3 طحينة عملنا طحينة قد ايه، ولسه في تاني. دي بقى الطريقة ايه الاصلية. حابة بقى انت تديها كمان فص من الثوم يبقى 100 عايزة تديها معلقتين من الزيت يبقى جميل اوي. شايفين القوام بتاع الطحينة عامل ازاي، مظبوطة جدا. هي اخدت الكوبايتين بالظبط اللي احنا سلقنا فيهم العيش. لزوم المنظر بقى، عايزه تحطي حاجه خضرا على الوش تمام، رشه شطه تمام، براحتك بقى في اللي انت عايزاه. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون افادكم، ولو باي حاجه بسيطه. وصلتي معايا لحد هنا، شكرا جدا للمشاهده، واقول لكم دمتم سالمين ومع السلامه.